قولي بصراحة، عندك تيك توك؟ فاكر حملته ليه؟ وليه كنت رافض تنزله أساسا؟ وطبعا زمان كنت بتقول دي عالم فاضية. طب ايه اللي خلاك تحمله وتندمج فيه قوي كده؟ صحيح حكاية تيك توك بدأت من سنين، بس يهمني دلوقتي ان في سنة 2022 وأيام كورونا 2020 ولما ما كانش حد بينزل من البيت وكل حاجة كانت work from home، كنا مش لاقيين حاجة نعملها، فقلنا نكسر الملل وعملنا تحديات كتير زي تحدي صورتك وانت صغير وتحدي الاندومي الحار ويلا نعمل كيكة من غير دقيق ولا بيض. وفجأة لقينا نفسنا منزلين تيك توك. وقبل ما ابدأ لك الحكاية، لو ما تعرفوناش احنا بنقدم لك فيديوهات عن الصحة النفسية والمرونة النفسية، وكمان بنساعدك انك تحب نفسك وتعرف نفسك اكتر ويكون عندك تواصل اكتر مع الناس. ولو لقيت فيديوهاتنا مفيدة بالنسبة لك يا ريت ما تنساش الشير عشان الكل يستفاد، وانك تعمل لايك واشتراك للقناة. طبعا انت دلوقتي هتبدأ تعترف وتقولي انا فعلا نزلت تيك توك بس مش عارف ليه. لكن ايه اللي يخلي التيك توك دايما عليك جدل كده؟ حلقة النهاردة عن كتاب متلازمة تيك توك، كيف يغير تطبيق واحد العالم من حولنا، لإسماعيل عرفة. هقولك على الأسرار ورا تيك توك وسبب الجدل اللي عليه، وإزاي غير العالم وأثر في مجتمعنا وفي صحتنا النفسية والعقلية، وليه اتسمى سلاح صيني عابر للقارات سنة 1983 لما اتولد زان يامن مؤسس تطبيق تيك توك من الطبقة المتوسطة في الصين. زان كان انطوائي وبيحب القراية والمعرفة، وتعلم صنعة الكهرباء من والده اللي كان عنده مصنع للأجهزة الكهربائية، وقرر بعد كل ده يسيب دراسته الجامعية في هندسة كهرباء وبدأ يتعلم هندسة البرمجيات لحد ما بقى مهووس بيها. وفي سنة 2011 زين طور تطبيقات كتير وأسس 4 شركات. قرر يعمل تقنية باسم بايت دانس، ومن اسم الشركة باين إن هدفها اختراق السوق بالترفيه أولا، وبعدها هيقدروا يوصلوا أي رسالة تانية عايزينها للمستخدمين. وخلينا نروح للسوق الغربية. في سنة 2013 ظهر تطبيق أمريكي اسمه فاين، بيعتمد على الفيديوهات القصيرة اللي ما بتعديش 6 ثواني، ونجح إنه ينتشر وسط المراهقين. وبعد كده ظهرت شركة فرنسية اسمها ميدي، قلدت تطبيق فاين بس زودت عليه فكرة وجود موسيقى على الفيديوهات. أما في الصين بقى كان في مبرمج صيني اسمه أليكس زو، حب يستغل فكرة الفيديوهات القصيرة في حاجة نافعة بدل الموسيقى ويستخدمها في الدورات التعليمية، لكن البرنامج بتاعه فشل ذريع وما جابش فلوس، وعشان كده قرر يتجه للمحتوى المسلي وسرق الفكرة والكود التطبيق من شركة ميندي واللي كانت سايباها اوبن سورس على موقع. المهم أليكس زو أنشئ تطبيق ميوزيكلي وعمل تعديل بسيط، زود مدة الفيديو ل 16 ثانية بدل 6 ثواني، والتطبيق نجح وانتشر في السوق جدا، في السوق الأوروبية والأمريكية تحديدا، لحد ما بقى التطبيق الأول في التحميل في أقل من سنة. بس النجاح الهائل ده كان بداية نهاية الشركة، لأنها ما قدرتش تتحمل تكلفة الانتشار الصاروخي وما قدرتش تدخل السوق بقلب جامد. وفي النهاية اضطر أليكس زو يبيع تطبيقه لشركة بايت دان بتاعت زان يامن. أنا بس بحاول أتأكد إنك مركز معايا. وبعدين اتحول اسم التطبيق بين يوم وليلة من ميوزيكلي لتيك توك، ومع إن المحتوى بدأ ينافس جوجل اسم التطبيق اتغير لتيك توك، لكن أيام ما كان ميوزيكلي وكانت سمعته مش تمام. الحملة جابت نتيجة عكسية، واليوتيوبرز كانوا شايفين محتوى كرينج ومثير للغثيان وعملوا ميمز وفيديوهات يتريقوا عليه. لكن لما جه وقت أزمة كورونا الوضع اختلف، الناس اضطروا يدوروا على حاجة تسليهم وتضيع الوقت بدل ملل القعدة في البيت، وكان تيك توك هو الحل الأمثل لكسر الملل عشان محتوى ترفيهي وفريش ودمه خفيف، بعكس تويتر وفيسبوك اللي محتواهم مكتوب، أو حتى انستجرام اللي كله صور. وسبحان الله بعد ما كانت الناس بتتريق عليه جربته وحبته، وبقى أكتر التطبيقات استخداما وانتشر في 150 دولة ب 75 لغة، ووصل عدد مرات تحميل ل 4.1 مليار مرة. ومع عدد المستخدمين الكبير ده بدأ ينزل محتوى جديد على تيك توك، خلاه مش بس منصة للرقص والغنى، بل بقى في محتوى متنوع زي تقديم نصايح حياتية اللي هتلاقيها تحت هاشتاج أدفايس تيك توك، ومحتوى تعليمي للمذاكرة أو النصايح المهنية، وهاشتاج learning on تيك توك، وكمان محتوى عن الصحة والوزن، وحتى المحتوى السياسي وأي حاجة نفسك فيها، كورة بقى، طبخ، أي حاجة، لدرجة إن تيك توك دلوقتي بينافس جوجل. وبقى تيك توك
توك هو محرك البحث اللي بقت الشباب بتفتحه عشان تسيرش على اي حاجة، والاحصائيات بتقول ان 70% من الجيل بقوا بيستخدموا تيك توك علشان ياخدوا نصايح بخصوص كل حاجة في حياتهم. وظهر مصطلح اسم تيك توك، وده يعني بدل ما تلف في صفحات كتير على جوجل وتقرا مقالات، هتلاقي اللي عايزه على تيك توك في 15 ثانية فيديو يدخلك في صلب الموضوع. بس يا ترى قد ايه المعلومات دي صح وازاي بتأثر في طريقة تفكيرنا؟ للأسف اغلب المحتوى على تيك توك مضلل، والمنصة مش بتبذل اي جهد حقيقي في فلترة المعلومات. يعني مثلا المحتوى النفسي اللي تحت عنوان ثيرابي تيك توك، هتلاقي صناع المحتوى بيشجعوا المستخدمين انهم يشخصوا حالاتهم النفسية، وبيوهموهم ان ممكن يبقى عندهم ADHD او Trust Issues وغيرها من الاضطرابات النفسية، وده بيخلي جمهور تيك توك اكتر حساسية واقل تحمل للألم وعنده هشاشة نفسية. فممكن واحد يدخل تيك توك بنفسية سيئة شوية يطلع فاكر نفسه عنده اكتئاب حاد وسلوك انتحاري. ولو بصينا المحتوى الدوائي والصيدلي، هتلاقي من ضمن 20 نتيجة يمكن 1 أو 2 بس مفيدين، والباقي اما وصفات غريبة او اعلانات. بكده بقى تيك توك ارض خصبة للعالم الزائف، ومكان صعب تميز فيه ايه الصح وايه الفيك. وفي مشكلة كمان بخصوص المحتوى والمعلومات، كمية المعلومات نفسها كتير لدرجة انك تحس انها ملهاش نهاية، وده بيوصلك لشلل في التفكير ويخليك تتردد دايما وقلقان. ممكن تسأل نفسك ازاي التطبيق ده الناس بتشوفه مسلي لدرجة الادمان، وازاي بيسرق انتباهنا وبيأثر على عقلنا ونفسيتنا سواء كنا مستخدمين او صانعين محتوى. ولان تيك توك عليه عدد مستخدمين كبير، غير طبعا خوارزميات العبقري، فأي محتوى عليه تقريبا يبقى سهل ينتشر والشخص يتشهر ويكسب كمان. ومحتوى البث المباشر متنوع، برضو في اللي بيصور نفسه وهو بيلعب ألعاب فيديو، وفي اللي بيعمل نشاطات عادية زي الطبخ. تفتكروا ليه بقى هم عملوا كده؟ أول مشكلة هي جمع البيانات أو الداتا، هي دلوقتي كنز من كنوز العصر الحديث، وفكرة جمع بيانات المستهلكين الشخصية وتحديد أذواقهم وميولهم على مدار الساعات واستغلالها في التسويق والإعلانات. تطبيق تيك توك مش تطبيق عادي، ومحتواه فيه الخير وفيه الشر، وعرفنا تأثيره في المجتمع وفي صحتنا النفسية والعقلية. هل بعد كل ده هتفضل تستخدم تيك توك ولا هتمسح من تليفونك؟ أنا مش بقولك امسحه ولا كمل في استخدامه، وبقولك بس لو هتستخدمه فخليك عارف إن ده تيك توك اللي حكيت لك عليه، وتعامل مع المحتوى بناء على كده وبس كده. أتمنى لكم دايما حياة سهلة وبسيطة، وتكونوا دايما بتفكروا في كل اللي بتعملوه، وتعرفوا تاريخ كل حاجة انتوا بتستخدموها. باي باي.